في حاجة هقولك عليها دلوقتي هتستغرب منها قوي، انه لما بيتم اصطياده الصيادين بيعملوا فيه ايه؟ بيدفنوا جسمه في الرملة وبتبقى راسه بارزة لفوق وبيكبوا عليه مية باردة. والسبب في كده اغرب من الخيال، لان الصقر ربنا خلقه بيتميز بالكرامة الشديدة والعزة وحب الحرية، ولما بيتم اصطياده بيصاب بصدمة نفسية مرعبة بسبب فشله من الهروب اثناء اصطياده، وكمان اصبح سجين. وهنا بقى بيفضل ان هو يموت على ان هو يفقد حريته، وبيحاول بكل الطرق انه يقتل نفسه علشان حاول الهروب كذا مرة وفشل. فيبدأ يعمل ايه؟ يبدأ ان هو ينقر في جسده بشكل مرعب لحد ما يموت. وعلشان كده الصياد المحترف بياخده يحطه في الرمل على طول اول ما يصطاده، علشان الصقر ما يلحقش ان هو يموت نفسه، ويكب عليه مية علشان المية تهدي دمه وجسده الحار. وعلى فكرة في ناس كتير بتهوى تربية الصقور زي دول الخليج لأنه بيحس معاهم بالأمان،